والله ما بقولش ليه ولا خابط من الصبح. يا ابني عمال اخبط يا ابني، انت مش سامعها؟ عمال اخبط قدام البتاع كلها سمعت. ما أصح أعملها. مالك انت سرحان في ايه ولا في ايه؟ ده انا عمال اخبط كان ناقص انت تطلع تفتح لي ولا ايه؟ قلت له خير يا عم خير. مالك في ايه؟ احكي يا عم، انت مش بتعتبرني خير؟ أكيد ممكن. خلاص احكي لي. مش عامل خير. خير يا عم وباين على وشك، ما تتكلم يا عم كده بس كده واشرب. احكي لي بقى في ايه ولا ايه؟ مالك؟ مين ده عزيز اللي على طول روحه حلوة وعمال يتكلم مع الناس، أو دي حاجة واتكلم بقى في ايه؟ مفيش حاجة يا عم اتكلم. هو صح. احكي لي مخنوق. احكي لي. مخنوق. انا مخمن والله عظيم. مقفول. مضغوط. وبتكلم بأسلوب كويس. حصل. وبتكلم بالأصول. حصل. وبقدر أي حد. حصل. بالتقدير دي حصل. وعمري ما جيت على حد. حصل. ولا زعلت حد بس مني. انت عشان طيبة مع الزوز اسمعني بقى يا حسن. كل جاي عليك. اسمعني بقى يا حسن. يا ابني والله انت جدع مع الكل وتفضل كده توديك في داهية، متقلقش انا جنبك وانا مش زيهم، متقلقش. بتهيألك هحصل كلهم بس انت وقت بس. بقول لك انا جنبك. يا عم انا عارف انا بقول لك ايه. طب انا مسألة وقت بس ايه. على فكرة انا كنت مثلا الفترة اللي فاتت ممكن ما كنتش اكون سالك معاك، بس انا دلوقتي ابقى سالك معاك متقلقش. كله بيقول كده مثلا. لا حالا لا رسيك على كل حاجة رسينا عليها. لما كنت رجعت للعباد الأفضل. لا رجعت لهم. رجعت اتلميت عليهم تاني. عرفت انا مش بقول لك انت مسألة. أنا بقول لك يعني أنا مثلا معاك المرة الفترة اللي فاتت دي اشمعنى انا المرة دي ناصح فيك وصدقك يعني. لأن أنا حالتك ديت هي اللي أنت بقى فاهمك يا حسن. كنت رجعت لهم وكانت متفق معايا إن أنا أن يكون أخبارك اللي أنت بتقولها وكده ليهم. ما كنت أنا وأنت أحمد فوزي. بقول لك كده؟ كمل بس. وكنت طلعت عشان أكلم أمي. قلت لك ده تعبان وما أعرفش إيه. يعني الأمريكي كان عنده حق. بتكلم عن حاجة. طب أنا قصرت معاك في إيه يا ابني؟ يا أخي ده أنا حوشتك يا ابني كانوا يقتلوك هناك عند الجرة يموتوك ويضربوك بالنار. يبقى كده خلاص. جيب ايه وبتاع ايه؟ قصرت معاك هنا في ايه عشان تروح تتفق معاهم بعد كل ده؟ قصرت معاك في ايه؟ انا رد عليا يا عم، رد عليا. قصرت معاك في ايه؟ انا لسه بتكلم معاك وبقول لك. قصرت معاك في ايه انت؟ خلاص يا ابني انت ما شفتش مني غير عزة وكرم يا ابني. انسى اللي فات يا عزوز، انسى اللي فات. وجيب لك ده خلاص، انا كان زمان حقي تحت التراب. صدقك ازاي يا تاني؟ صدقك ازاي؟ عايز اعمل لك ايه انت فاهم؟ انا اقول لك كنت قاعد معاهم امبارح وقالوا لهم دول عايزين يقتلوه. نعملوا ايه؟ نعملوا ايه؟ عايزين يقتلوك يقتلوك. ايوه. طب صبر على النبي يا حسن. والله انا قلبي فتح لك كده صبر على النبي. في العسل. خلاص يا صاحبي. صبر وانت اقول لي سالت السلام. دلوقتي انا اي مصلحه بيعملوها بنطلبهم فيه بوقفهم بقول لهم غلط حرام ما يصحش. حلو صح مش كده بيحصل. ايوه. دلوقتي ايه؟ شافوا ان انا خانقه بالنسبه لهم. هتقعد تكلمني يا عم عن سيبنا نعيش حياتنا يا عم وكده صح؟ بيقعدوا يقول لك انت بتدي نصائح وما اعرفش في كل المصلحه. عارف بقى ايه اللي خلاهم يوصلوا لفكره ان هم يقولوا كلمه زي ديت؟ ان انا بتعامل معاهم بقلبي وبطيبتي وبالجدعنه وبالاصول اللي هم ما يسمعوش عنها. ما المشكله ان انت ما ينفعش تكلم حد بالاصول، ما ينفعش تكلم ناس اصلا مش فاهمين يعني ايه اصول بيها، مش هيفهموا انت بتقول ايه. فاهم حاجه زي كده؟ بس هي ايه كده سهله مش مستاهله. اسمعني بس شو هم عايزين يقتلوني. خلاص بقى يا عم يلا بينا ومرحب بالمعارك يا جدعان. حبايبي اسمعني للاخر يا حسن، اسمعني للاخر. مش هم عايزين يقتلوني عشان انا بتعامل معاهم بالحب وبالاصول وبالادب وبالاحترام. نلغي بقى ده دلوقتي لان انا دلوقتي هموت. هيموتوني يا حسن، هيموتوني.
حسن، انت طالما جيت وصفت لي وسلكت لي وقلت لي الكلام دوت فانا امنتك لثالث مره مع اني باخد على دماغي في الاخر. بس ماشي يا حسن، تمام يا حسن، انت معايا وخليك في صف عشان انا الايام الجايه بصف. هي الحياه الجايه عايز حاجه اوصلها، انا مش عايزك توصلهم مش عايزك توصلهم اي حاجه. ماشي، انت تشكر لحد هنا وسيب الباقي على يا حسن. انا عايز اقف معاك وقابل عشان المقابل. وراك ناس في ظهرك ولا حاجه، ولا يجيب لك ناس ولا كده؟ المشكله يا حسن، ما انا ده اللي انا بقوله لك، ان هم طالما شايفين ان انا بتكلم بالادب وبالاحترام وبالاصول، ان انا الوحيد بقى ما ورايش حد، ما حدش يعرف يقف جنبي بجد. وهتشوف اللي وراك ده لما هيجوا يقتلوك يدوقوا عليك حاجه. قتلوني تاني، يلا بينا يا جدعان. احب القتله انا في القتله بس. كل بقى دول بستخدم معاهم بالله. الو يا احمد، اخبارك يا واد عمي؟ عامل ايه يا غالي؟ الحمد لله، عاش من سمع صوتك. حبيبي والله ليك وحشه يا غالي. انت اكتر يا واد عمي، اخوك في دقيقه. وانت عارف ان انا رقبت ليك. في ناس عايزين يقدروا باخوك. انا معاك. خلاص لو كده جهز لي الرجاله وان شاء الله بكره العصر انت اربعها عليهم. الرجاله جاهزه ان شاء الله. متى هتعوزنا؟ جهز لي الرجاله كلهم. تمام. متى هتعوزنا يا واد عمي؟ عصريه ان شاء الله بكره باذن الله يا واد عمي، كلنا جاهزين. مستنيك ان شاء الله بكره باذن الله يا واد عمي. تمام يا غالي. باذن الله. سلام يا واد عمي. سلام. رجاله، امورك يا بيه؟ عندنا طلعه بكره ان شاء الله. فداك رقبتنا يا كبير. عاوزكم ترفعوا راسي. ان شاء الله نرفع راسك يا كبير. واد عمي في دقيقه. واحنا في دارك يا كبير. على الله يا رجاله. على الله يا كبير. هنتحرك ان شاء الله ساعة اذان الفجر عشان نكون حداهر الساعة 4. رجاله، ايوه يا كبير. كل واحد جاهز نبوته وسلاحه لان الخناقة هتبقى واعرة. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا يا كبير. باذن الله يا رجاله، ربنا معانا. ده جامعة من الصعيد، هم خريج الجبل، هيقول لك انا هخليك تتفرج يا حسن على احلى مباراه هتغطي على خناقه رفاعي بن سويد. شو ما عايزين يقولوا عليك يا عم معلش. يا عم صل على شو ما عايزين يقولوا ايوه هم قالوا كده. انهم يقابلوا. انا عايزك في كلمتين. انت دلوقتي هتكون تروح ليه ماشي. وتشوف دنيتهم ايه وتعرفهم الاخبار من الامر عشان وقت الغدا وقت الحركه كله هيتقسم. ماشي. ماشي يا حسن، تسلم اخويا دلوقتي وصلت فيك لانك جيت وقلت لي الكلام ده. حبيبي يا عزوز. لانك لو كنت فضلت في صفهم كنت هتتاخد زيهم وكنت هتموت، لان انا ما بسيبش حد. انا جيت والله كل حاجة انت عملتها معايا قصة قدرت انا اقف معاك. انت فيك حته طيبه عامله زي طيبه قلب، بس هتعدي. انت لو كنت فضلت ماشي وراهم زي ما تقتل معاك. كنت هتنول اذاي. طالما انتوا خدتوها عراك واخترتوا الشر واخترتوا النية الوحشة فمرحب بالمعارك بتاعهم. دول العالم اتصل عليهم حاجة نشوفهم فين. هنجينا نقول حاجة لينا. ادينا قاعدين اهوت يا عم، بقى عارفين نعمل مصلحه ولا نعمل منين؟ بنشوف بقى حسن ده يجي من اخرته ايه بقى. وهتشوفوا كده يا عم يكون في اخبار جديده ولا حاجه. بيرن اهو. طب شوفوا كده. الو يا عبد الله، يا حسن، انتوا في ايه؟ لا يا عم قلت بس اخرج افك شويه اقعد معاكم. طب تعالى احنا على الكوبري اهو. على الكوبري؟ ماشي يا سام، جاي لك اهو جاي لك. خلاص ماشي، تعالى يلا. ماشي اطلع الكوبري. يلا يلا يا باشا. والله حبيبي يا جورج، لسه كنا عارفين اللي حصل. يلا مش عايزين يموتوني يا الماني. والله العظيم عايزين يموتوني يا مين عبادل والرجاله؟ شفت بقى عايزين يموتوني يا اسطى. طب وبتاع ايه دي؟
طب كنت ابقى واحد معاهم يعني. دي بقى ان انا محتار فيه بقى. يا عم عزوز ما تقلقش، انا في ظهرك واللي هيجيلك على سكه مفعوله. يا ابو علي. ايه مفيش اخبار جديده والله، لا اي حاجه. كل الاخبار اللي عرفتها على طول ولا يعني انت بقالك يوم مش عارف اخبار جديده خالص؟ ما رحتش والله من ساعتها. انت عارف لو بصيت علينا عيب على ايه؟ يا عم لا فكك من الكلام ده، لسه مكلم ابن عم حالا من مطاريد الجبل. وانت ليك ولاد عم عزوز اصلا؟ ايوه يا عم مطاريد الجبل يا عم، انت بتهزر ولا ايه؟ وانت فاكر على مقطوع من شجره ولا ايه؟ ايوه يا عم على الله عزوز يا جدعان. هنجيب الرجاله كلهم بكره، لان عبد الله وعباد متفقين مع علي. الله كمان معاهم؟ ايوه عبد الله وعلي متفقين، ومكلمين علي وجايبين الرجاله وعايزين يضربوا باخوه. لا ما تقلقش عزوز، انت بس شوف دنيتك واحنا هنقف وقفه سندها كلنا باذن الله. يا عم وانا رحت قعدت معاه. خلاص المهم كله هيشهد العقب بكره. هنسدله. كله هيشهد العقب بكره. يا عم باذن الله سيبها لله بقى، هي وشوف. احنا ولا عايزين مصالح ولا عايزين اي حاجه. امال عايزين ماشي ايه؟ احنا عارفين احنا نخلص منه ازاي. لغيني يقول لي قلنا على علي عشان انا عارف بقى هجيب لك انا عزوز بقى لحد عندنا. احنا هنجرب رجله بقى. اصبر بس احنا هنخطف اخوه الصغير انس. ايوه هو دي اللي هيجيبه لنا معنينا زي ما ترسى انا سيبها لله، اخوك ما تخافش عليه، ما تقلقش. انس تعال خد هتروح الدكان جهزت حاجه ساعه وكسين اندومي واربعه كوجات. ماشي يلا. ثلاثة شوتس ولا لا؟ هنفرح بقى، ما هو اللي جاي بكره ما حدش هيستحمله يا قلبان. يا عم كله في الفضاء يا عزوز، كله اونطه ما تقلقش. يا عم رن عليا يا عم يلا. انا هرن على علي اصلا ايه جهز الرجاله واحنا هنقضي الموضوع ما ده. بلاش يا جدعان. بس بره عنك بره عنك. بس بره عنك. بدر. يا عباد. يا علي. يا حبيبي عامل ايه؟ برضه اه والله بس سيبها لله. انت فين يا علي؟ طب ماشي يا اسطى تعالى لي عشان في مصلحه بقى عايزك فيها كده ايه ولم لي الرجاله. انت فين؟ احنا على الكوبري عند دخلة الجمعيه كده. خلاص ماشي مكانك اهو. الجماعه عادي. سافر السكه ماشي. سلام. يا رجال يا عم سيبك بقى من اللي فات يا علي، احنا في اللي جاي. المهم عايزين نشد النهارده. دي اللي هيجيبوه لنا. هو ده نقطة ضعف. بس احنا هنجيبه واحنا هنجيبه. طب هيقع. ما هو دي انت لما تشده اخوه هيجي. بعدين بقى الواد ده لازم يتخطف بقى. ما سيبه بقى، هو مش هيخرج، هيخرج في اي وقت هيخرج، بس احنا عايزين نأمن عليه مش هننام. ما بلاش يا عم قلت لك. سيبوا لي انت مالك انت يا حسن، انت مالك كده؟ ايه ده بقى انت عنك بقى؟ انت مالك بقى عليه، روح له. يا عم معاكم. يلا يا جدعان بس كده انا عارف بقى المدخل بتاعهم والمطلع بتاعهم منين. تعال بس كده نقعد ما يلا. بلاش يا عم قلت لك. يا عم العيال صغير. دي بقى يا جدعان مدخلهم، هما بيروحوا من هنا يا عم وبيجوا من برضه هنا. لسه اللي في دماغك يا عم. يا العيال حسن صغير. خلاص بقى حسن فكك الشغل ده انا كده بص بقى هسيب عزوز خالص وقالب عليك انت. يا عم خلاص. انا عرفتك اهو. خلاص انا معاك. بس انا مدخلهم. اه دي مدخلهم. يعني قاعد بص، حالا. احنا مش هننام، احنا قاعدين اهو. يا عم قاعدين له. اي وقت يا باشا هيعدوا، مش هيخرجوا من البيت. هيخرجوا يتنوا محبوسين يعني ولا حاجه. ماشي. اصبر بقى يا جماعه هترجع. بس اخوك هو ده اخوه. انجز بقى انجز يا علي. انت خليك ورا. خير يا عم خير. شوف مين ده بيرد كده. مين اللي بيجيبك؟ حسن رد عليك انت. يا حسن يا عزو العيال خطف اخوه. انت بتقول ايه يا؟ انا امسك في عباد لحد ما انت تيجي. اخوك انت